الطائرات ممكن تتشغل عن طريق تخزين الطاقة بأشكال كتير مختلفة، سواء كان وقود سائل لمحرك نفاث أو محرك مكبس أو بطارية لتشغيل محرك كهربائي. طب إيه رأيك في تخزين الطاقة باستخدام العجلة الدوارة؟ العجلات الدوارة ممكن تستخدم لتخزين كميات ضخمة من الطاقة عن طريق تدوير كتلة بسرعة دوران عالية جدا. بس هل ده كفاية علشان نخلي طيارة تطير؟ يلا نبني عجلة دوارة ونعرف. دلوقتي ممكن تلاحظ إني فعلاً بقطع ألياف الكربون بماكينة CNC تحت المية. بس مش المفروض العجل الدوار يكون تقيل؟ ولا؟ بص، الطاقة اللي بتتخزن في العجلة الدوارة هي في الأساس طاقة حركية، ودي طاقة الكتلة، وهي بتتحرك بسرعة معينة. معادلة طاقة العجلة الدوارة دي هي نص في عزم القصور الذاتي في سرعة الزاوية تربيع. العزم الدوراني ليه علاقة بكتلة العجلة الدوارة والمسافة اللي الكتلة دي بعيدة بها عن محور الدوران، وسرعة الزاوية هي سرعة دوران العجلة. دلوقتي نقدر نزود الطاقة المخزنة عن طريق زيادة القيمتين دول، لكن بما إن السرعة بتتربع هيكون أفضل بكتير لو خلينا العجلة الدوارة تدور أسرع. لو ضعفنا العزم الدوراني هنعمل ضعف الطاقة، لكن لو ضعفنا السرعة هنعمل 4 أضعاف الطاقة. وبما إننا محتاجين نخلي الوزن قليل على قد ما نقدر وفي نفس الوقت نخزن طاقة عالية، لازم يكون عندنا عجلة دوارة خفيفة الوزن وتدور بسرعة لفات عالية جدا. وكمان عايزين أكبر جزء من كتلة العجلة الدوارة يكون بعيد عن المحور على قد ما نقدر. عشان كده استخدمنا محور من ألياف الكربون خفيف الوزن وحلقة خارجية من الألومنيوم، وبعدين وزنتها على قد ما قدرت وركبتها مع نظام سير وبكرة، وده خلى نسبة المروحة للعجلة الدوارة 16:1. فالعجلة الدوارة تقدر تلف بسرعة جدا، وفي نفس الوقت تفضل سرعة دوران المروحة منخفضة نسبيا. الحركة الدورانية اللي جاية من البكرات بتتنقل بعد كده عن طريق التروس المائلة دي عشان تدور المروحة لقدام. في الحقيقة أنا أقدر ألف المروحة بصباعي بحوالي لفتين في الثانية، وده معناه إن العجلة الدوارة بتلف بحوالي 2000 لفة في الدقيقة. بعد كده ركبت ذيل مع دفة ومصعد عشان أتحكم فيها أثناء الطيران، وبنيت منصة إطلاق فيها موتور عشان يلف العجلة الدوارة. الصوت بيبقى عادي على سرعات منخفضة، لكن لما السرعة بتزيد بيبدأ الصوت يبقى خشن جدا، وده في الوقت ده كان محير شوية، لأني كنت وزنت العجلة الدوارة والبكرات أحسن من اللي عادة بوزنه لمراوح الدرون بتاعتي اللي بتلف بسرعة أعلى بكتير. لكن لاحظت إن الحلقة المطاطية دي بتتمدد وتهتز، وده أظن هو السبب الرئيسي في الصوت، وكمان أعتقد إن ده هو اللي خلى السيور تهتز على سرعات عالية برضو. على الأقل كان في طاقة كبيرة مخزنة في العجلة الدوارة، وده خلاها تفضل تلف لفترة طويلة. لسه عندي نفس الجناح الفوم من طيارتي القديمة اللي كانت بتشتغل بالهواء المضغوط، وشلت كل الشريط اللاصق من على السطح، وده وفر حوالي 40 جرام، وكمان كان حجمه مناسب للطائرة دي برضه. كمان كنت قلقان من اهتزاز السير عند السرعات العالية، فعشان كده طبعت مروحة 3 شفرات قطرها 40 سنتي، شكلها غريب جدا علشان استفيد من السرعة المنخفضة اللي بيطلعها. تمام، أنا خرجت في صباح هادي وجميل، ما فيش تقريبا أي رياح، والشمس لسه هتطلع من ورا السحاب، وهنجرب الطيارة دي دلوقتي. يلا بينا. هبدأ أشغلها ببطء في الأول. يلا نشغل الموتور. لسه مش بالسرعة الكافية. أظن إنه محتاج وزن زيادة على الطيارة نفسها عشان يفضل ماسك في الأستك. 3 2 1. يعني دي ما كانتش تجربة كويسة، واضح إنها خبطت في الأرض، بس أظن إني محتاج أطبع تروس جديدة كمان، شكلها بوظت كل الأسنان في الترس المائل ده. أظن السيور شكلها كويس، بس الترس ده هو اللي محتاج أطبع واحد جديد. إعادة طباعة التروس المائلة أخذت حوالي 1.5 ساعة، فقررت أجرب منصة الإطلاق كذا مرة وأنا مستني. وجدت نتائج متباينة. تمام، رجعت بعد حوالي 2 ساعة، صلحت كل التروس اللي طبعت بالطبعة ثلاثية الأبعاد، وبصراحة مش عايز أخاطر وأكسرهم تاني،
عشان بياخدوا وقت طويل في الطباعة والتركيب. فبدل ما أخاطر بالتروس المرة دي هخاطر بنفسي. هطلق الجهاز ده بإيدي. ده هيكون أصعب بكتير مما كنت متخيل في الأول. بعد ساعتين كمان رجعت لمروحة من ألياف الكربون مقاس 15 بوصة، وقررت أختبر من منحدر الإطلاق تاني، بس لسه كان بعيد جدا عن إنه يطير بنجاح. اختبرت كذا مرة كمان من مكان إطلاق أعلى، وحتى شلت واحدة من مراحل البكرة علشان أزود عدد لفات المروحة بالنسبة للعجلة الدوارة. وحتى بعد ما شلت كل الإلكترونيات علشان أخفف الوزن أكتر برضه ما كانش بيطير. فقررت إني أوقف خسائري عند كده، بس كنت محتاج أشوف طيارة بتطير باستخدام الطاقة المخزنة في عجلة دوارة. بس أحياناً أبسط الأفكار هي اللي بتنجح أكتر، وأعتقد إني لقيت حل لهوسي بعجلة الدوران. اللعبة دي بتستخدم الطاقة الدورانية للمروحة والحلقة الخارجية بتاعتها علشان تفضل تدور بعد ما أشد الخيط، وده بيخلق قوة دفع بترفعها لفوق في الهواء. بس أكتر حاجة بحبها في الألعاب دي هي آلية الإفلات البسيطة جدا والفعالة في نفس الوقت. دي نسخة مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد أنا عملتها علشان أركبها على موتور درون بدون فرش. الطريقة اللي بتشتغل بيها إن الأجزاء المائلة دي بتتشابك مع بعض، يعني المروحة بتفضل ثابتة لتحت لو الموتور سرعها، وبعدين أول ما الموتور يبطأ بتفك وبتطير لفوق في السماء. بس هل ده كفاية إنه يشغل طيارة؟ طيب، وأنا مكمل في الحل البسيط كنت محتاج طيارة بسيطة، فصنعت طيارة شراعية بسيطة جدا باستخدام خشب البلسة ولوح فوم، وركبت بلوك محمل في المقدمة علشان يسمح للمروحة تدور بحرية. إحساس مرضي جدا لما تشوف حاجة بسيطة قوي بتشتغل بالشكل ده. وكمان سهل جدا تعدل الوزن أو قطر أو زاوية ميل المروحة علشان تحصل على أداء طيران مختلف. بس ما تحاولش توفر في وزن الريش اللي بتربط كل حاجة مع بعض، علشان دي مهمة جدا. إلا لو أنت عايز طوق هولا هوب بيطير. آلية الإفلات دي شغالة كويس جدا رغم بساطتها. كل اللي محتاجه إن الموتور يبطأ شوية ويسيب الطيارة تطير في السماء. هحط ملفات الطيارة دي اللي شغالة بعجلة قصور ذاتي على موقع Thingiverse لو حابب تبني واحدة بنفسك، بس لازم تتأكد إنك تستخدم ريموت كنترول لتشغيل الموتور وتقف على مسافة آمنة، وخلي بالك من أي شظايا طايرة. أحب أشكركم جدا على المشاهدة. لو عجبك الفيديو هيكون جميل لو تسيب لايك تحت، ولو أنت جديد على قناتي وعايز تشوف مشاريع مجنونة تانية زي دي اضغط على اشتراك تحت. وشكر كبير جدا لكل الداعمين لي على patreon.com. انتم السبب في ان الفيديوهات دي بتكون ممكنة، وبصراحة ما كنتش هقدر اعملها من غيركم، فشكرا ليكم مرة تانية. شكرا مرة تانية على المشاهدة، واشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.